أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقضم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار ونسترزق طالب رزقك ونستعطف سرارا حلقك ونستغيل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمعن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من حبيبنا الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمور ونرى المر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام
إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وغطر يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل لا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا. وهو من في فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترمي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. أصبح بصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والولي عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسع من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلاة يا روح المصلي عليه به
فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فبلغت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما ليس بالضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأكثار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ذو وبار، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بيرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر منشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أزني إلى تذوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وناعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله زاد محمدا تعظيما
فضلا فهباه فضلا من لدنه عميما الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما فهباه فضلا فهباه فضلا من لدنه عميما أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها
بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول جئتان الله البرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين للبرايا بالشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين للبرايا بالشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. إذا شرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وملته في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ذور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل ذابة لقريش ذاقت بفصيح العبارة معاندة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بمناقات أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فاظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي حاضرين يعلموا علم اليقين. النبي حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب
مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء لسقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا ربنا يا جزيل العافية ارحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خير يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم والعبد يلقاك يا مولى بقلب سليم غريمنا المصطفى محسن يكرم غريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم واسلافنا واهلنا سكان بلدة ريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم عسى عسى لم كشف يا ربنا قد خيم يا ربنا يا كريم الوجه يا أكرم كريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم جد بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا رب يا حي يا قيوم وجودك عظيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد حاضرك رسول الله فكرم رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقام في الحسن تفرد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
جل يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا رسول الله. يا أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. يا الله سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاه الله في جوار خير مقعد. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا
سيدي مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برج رافعا ضربه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأنه له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول وبين ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادتي وقبري بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحونا مقطوع السرى صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله عيد الكثرى. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم البست وأذجت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودتني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت ولم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايتي في كل حين ترعاد وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عنكم. وقال الإمام ابن هشام يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. Banyak orang-orang yang berbahagia akan datangnya malam tahun baru. Dia merayakan dengan sukaria, dia merayakan dengan senang gembira. Padahal dengan perginya tahun wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba, padahal hakikatnya umurnya dia sedang berkurang. Secara logis, secara akal sehat, ada cerita orang korang re seneng tak ada.
secara akal sehat. Tetapi bagaimana mereka dengan kebodohan kita merayakan malam tahun baru yang jelas umur kita bertambah tapi kita gembira padahal kita berkurang umurnya. Masuk akal enggak? Tak masuk akal. Makanya orang yang cerdas, orang yang pintar akal menyikapi tahun baru tentunya dia dengan beribadah, berzikir, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Silakan gembira. Rayakan malam tahun baru, namun dengan cara, jangan dengan cara maksiat tapi dengan cara taat. Kenapa? Karena hakikatnya kita sudah tercuri umur kita, kemalengan kulit sambian nika. Bener yang kemalengan seneng. Mari kayak coba kok. Cara akal bayi, orang keelangan, orang kemalengan, orang berkurang harta, berkurang tenaga, berkurang secara ekonomi ya pasti susah. Tapi bagaimana kita dengan kebodohan kita bahagia dengan kurangnya umur kita, Cip. Nah, oleh karena itu ada barak dia, seminggu lagi. Malam apa tahun baru? Selasa malam Rebu. Mayoran terong tak apa dia. Tak usah was megawasnya. Engki ada gunanya sampean percuma. Karena sampean korang umur sampean. Makin seumur Pak Polo tambah Pak Polo tung, itu kan korang punan. Benih tambah pas tambah asal seket pas moro seket lemak benih kaki korang kaki. Nah, negara itu hakikat tak orang yang sebahagia akan bertambahnya usia, hakikatnya dia sebetulnya bukan bertambah, berkurang, cuma dia merayakan. Akal sehat tidak mungkin akan merayakan sesuatu yang hilang. Kehilangan apa boy? Setiap kehilangan sesuatu pasti bergantian, kecuali kehilangan umur sampean tak bisa. Di kulli syai'in idza faraqtahu iwadun walillahi idza faraqtahu min iwadin. Setiap segala sesuatu yang kamu berpisah darinya pasti akan ada pengganti. Tapi kehilangan umur apa boleh? Kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan pengampunan Gusti Allah, kehilangan hidayah, maunah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada si bisa beri rahmat, hidayah, maunah, maghfirah kecuali Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itu intabih hati-hati. Wa ma'alaina ilal balagh, kami hanya berkewajiban menyampaikan kepada anda sekalian. Kulit cuma berharap dak si datang di bela. Dak si datang neka perhatikan aneka bukan budaya Islam. Kulit sampean andi hari raya TV. Andi apa? Andi tahun malam tahun baru TV. Tahun baru Hijriah. Kita punya hari malam tahun baru sendiri, yakni agak tahun baru Islam. Jangan sampai rok-norok patoh. Isi datang lebih. Monyok dari potong dan hanya liap siap aja. Saya nggak hati-hati ya. Ada gunanya justru nambahin maksiat dekat Allah Subhanahu. Ya rahmatur muka bertambahnya usia akan bertambah ketaatan kepada Allah, bertambah kekuatan iman kepada Allah, semakin semangat ibadah, semakin istiqomah insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين
سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبحار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا منا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركة وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.